جاية النهاردة أقول لكم إياكم تيأسوا من رحمة ربنا. قصة النهاردة قصة حقيقية من واقع الحياة، إن ربنا جبر بخاطري بعد 15 سنة. 15 سنة من غير خلفة، 15 سنة وأنا مقهورة ومكسورة بين سلايفي اللي مخلفين ولد واتنين وتلاتة، وأنا عايشة مذلولة ومكسورة. كانوا دايما بيعملولي أعمال، وكل ما فك العمل يعملولي غيره لحد ما دمروني حرفيا، لحد ما كل حتة في جسمي بقت بتوجعني، لحد ما كل حتة في جسمي بقت فيها يا إما عملية يا إما خياطة يا إما كسر يا إما غيره يا إما غيره يا إما غيره. قربت من ربنا أكتر، ما عملتش زي أي حد وقلت لأ ده أنا هقنط من رحمة ربنا أو هبعد، بل بالعكس قربت منه أكتر. صلاة قيام الليل، كنت كل يوم بطلع صدقة، حتى لو شوية رز، لو حتى جنيه، لو أي حاجة ربنا بيقدرني عليها. قربت من ربنا أكتر وأكتر، وكنت كل يوم في صلاة الفجر أصليه وأفضل أدعي ربنا وأصلي 100 مرة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالفعل فضلت على الحال ده أكتر من سنة، كل مدى أزود كل مدى أزود كل مدى، لحد ما ربنا جبر بخاطري وجات لي رؤية في المنام إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيديني سبحة جميلة جدا من ذهب. وفعلا في الشهر ده البريد معدتش شفتها، ولقيت إن ربنا كرمني، ولقيت إن أنا حملت بعد ما دخت على الدكاترة والمشايخ والدنيا كلها. صدقوني بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقوا كل شيء جميل، هتلاقي ربنا بيحقق لك كل حاجة كانت مستحيلة بالنسبة لك. فقربوا من ربنا أكتر واتعظوا من اللي بيحصل حوالينا، وبلاش نعمل لغيرنا أعمال وسحر واللازم منه. ربنا لما بيقول لشيء كن فيكون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد بيأذي حد وكل حد بيتمناش الخير لحد. فواظبوا على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخليها دايما على لساننا ليل ونهار، وقت النوم وقت الصحيان وقت شغل البيت وقت كل شيء، دايما خليه على الذكر على لساننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلق في السماوات والأرض. هو ده دايما الذكر اللي كنت دايما بقوله، عشان ربنا حقق لي كل اللي كنت بتمناه. بالفعل الحمد لله ربنا كرمني بأحلى يوسف في الدنيا كلها، رغم السحر، رغم الحسد، رغم كل حاجة وحشة كانت حواليا، ربنا كرمني ونجاني منهم بعد ما لفيت وتعبت على المشايخ وعلى الدكاترة وعلى غيره وعلى غيره. صدقوني القرب من ربنا هو اللي فيه النجاة والحب وكل حاجة حلوة في الدنيا، وفيه العوض الجميل. ربنا يعوضكم زي ما عوضني ويرزقكم زي ما رزقني. حبيت اقول لكم ان بجد مش قادرة اوصف لكم يعني شدة فرحتي واللي انا حسيته لما ربنا كرمني بالرسول صلى الله عليه وسلم في المنام واداني السبحة. وبالفعل ربنا كرمني بيوسف، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي امان الله.